شو إن شاء الله تكونوا بخير. قرب العيد، كل عام وانتم بخير، ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. أهلا وسهلا في مطبخنا الصغير، مطبخ الطباخ الصغيرة. اليوم خفيفة لطيفة، معاكم أنا إلهام حجازي. فطرتنا راح تكون كباب بالفرن. نشوف المقادير سوا. عنا بندورة، لحمة مفرومة، عنا هون صلصة، وعنا هاي الصلصة بتتكون من بقدونس، فلفلة، بصل، عنا هون كمان فلفل أسود، ملح، بابريكا، بقسماط، بصل، قرن فلفل الطور راسي بلدي، عنا هون زيت. سهلوا على حالكم، جيبوا اللحمة الخاصة في الكباب، بس في بعض العالم بيجيبوها سادة وهم اللي بحطوا عليها المكونات. بدنا نحط هاي الصلصة المتكونة من فلفلة وبصل وبقدونس وهي بهارات انتو بتحبوها، بدنا نحطها فوق اللحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ننسى اللحمة المفرومة طبعا. تعالوا هلا يا جايز نحط بهارات. فلفل، والله جايز يا ريت بصل، ملح، بابريكا، بقسماط. يا جايز البابريكا بالكباب كتير مهمة، شوفوا دموعي محلاهم بيبيض الوجه. البقسماط بخلي اللحمة المفرومة ما تقمش. بسم الله، خليني اخلطهم وارجعلكم. شوفوا يا جايز كيف طلع لون اللحمة المفرومة احمر وكتير رائحتها زاكية وحلوة. نحتاج صينية مثل هيك عشان الكباب. يا غوالي، اول شي بدنا نشيل الشبك عشان نشتغل. انا بحب بدنا نحط اي خضرة انت بتحبوها. تعالوا يلا. اول شي بدنا نحط الطماطم. يلا بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. تاني شي بدنا نحط البصل والفلفل. هلا بدنا نحطهم كلياتهم عليهم الملح، زيت. بسم الله، ونخلطهم مع بعض. بسم الله. هلا يا غالي نوزعهم على كل الصينية. هلا يا غالي بدنا نرجع نحط الشبك عشان الكباب. هذه الخطوة كتير كتير حلوة للراحة النفسية عشان تضبط معكم الكباب ويطلع معكم زاكي. طبعا يا جايز شوفوا انا وماما اشتغلنا شوي وبدنا نوقف الفيديو ونكمل. شوفوا هذا ماما هنا وهذا انا، بالله عليكم الشاطرة. اسمعوا، هلا انا شاطرة بالكباب، فرح اخذ موسوعة جينيس في اشطر وحدة بتسوي كباب. شوفوا ماما سوت هالقد وانا سويت هالقد. بمزح طبعا، ماما اشطر مني وكل الامهات اشطر من بعض، بس ماما اشطر وحدة في العالم. جايز بيكون جيز الكباب بالفرن وانا بدنا ندخله على الفرن مسخن مسبقا. بدنا ندخله في الفرن ونرجع لكم بعد. هيك بيكون جيز عنا الكباب بالفرن. ولا تنسوا يا جايز انكم تستخدموا طريقتنا. لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب ولا تنسوا التنبيه عشان يوصلكم كل جديد.
كل عام وانتو بخير يا احبابي، كل عام وانتو بخير، طول العمر والزمان ان شاء الله تضلوا بخير.